السلام عليكم. اليوم ما غاديش نهضر معكم كصانع محتوى، ولكن كواحد منكم، كإنسان همه مستقبل وليدات المغرب. كاينين حوايج في حياتنا ولفناهم وثقتنا فيهم ثقة عمياء، ومن بينهم ماركة نيسلي. كنا عرفناها من صغرنا في كوزينة، في إعلانات، في الذكريات. كانت دائما صورة ديال الحنان والعائلة والصحة، ولكن اليوم هاد الصورة بدات كتستهز. خرج واحد التقرير جديد خطير كيكشف أن نيسلي كتزيد كميات كبيرة من السكر في المنتجات للأطفال الموجهة للدول النامية بحال بلادنا، ونفس الوقت كتبيع نفس المنتجات في الدول الأوروبية بلا حتى غرام ديال السكر المضاف. نفس الاسم، نفس الغلاف، ولكن مضمون مختلف حسب البلاد. هادشي ماشي صدفة، هذه سياسة كتقسم الأطفال العالم حسب الجغرافيا والدخل، وكتستغل الضعف والقوانين والوعي في بلادنا باش تبيع منتجات كتضر أكثر ما كتنفع. في أوروبا منتجات سيريلاك ونيدو نقية وما فيهاش السكر المضاف، أما عندنا في كل حصة صغيرة فيها حتى 7 غرام ديال السكر، وساعات كيخفيو ديك السكر حتى مسميات أخرى باش الوالدين ما يعرفوش الحقيقة. يعني الأم كتظن أنها كتغذي ولدها، وهي في الحقيقة كتدخله في طريق الإدمان على السكر من أول أيام حياته. هذا الإدمان ماشي بسيط، راه كارثة صحية، كيخلق التعلق المرضي بالحلوى، وكيخلي الطفل يكره الأكل الطبيعي، ويفتح عليه باب السمنة، السكر وأمراض القلب من الصغر. منظمة الصحة العالمية كانت واضحة: الأطفال اللي أقل من 3 سنين خاصهم 0 غرام سكر مضاف، ولكن نيسلي كتخرق هذه القاعدة وكتبيع السم مغلف بعبارات غذاء للأطفال. وهذا السلوك ماشي جديد عليهم، نيسلي دارت نفس الخطة في السبعينات ملي كانت كتزود الحليب للأطفال مجاني في الدول الفقيرة باش توقف الأمهات عن الرضاعة الطبيعية. ومنين الوليدات يولفوا المذاق الحلو كيجبروهم يشريوه. اليوم نفس الفيلم غير بطريقة جديدة. الحلاوة هي السلاح والضحايا هما ولادنا. الربح المادي هو الهدف والضحية آخر همهم، والصحة آخر همهم. كيعملوا الأطفال الأوروبيين كإنسان يستحق غذاء نقي وصحي، وكيعملوا الطفل المغربي أو الإفريقي كوسيلة للربح. هادشي ماشي غير ظلم، هذه خيانة للثقة وجريمة أخلاقية بكل المقاييس. واش صحة وليداتنا كتساوي أقل من صحة وليدات السويسري أو الفرنسي؟ علاش القانون عندهم كيدافع وعندنا ساكت؟ واش فعلا القوانين والرقابة غايبة باش نسمحوا لأي شركة دير فينا بحال ما بغات؟ جواب خاصو يكون منا، من الشعب، من آباء والأمهات. والقوة ديالنا هي الوعي. قبل ما تشري أي منتج فقلب تيكيتا، شوف مكونات، سول وبحث. ماشي كل مكتوب عليه للأطفال راه صحي. الوعي ديالك هو الدراع الحقيقي ديال الوليدات. حقيقة المرة، ولكن خصنا نعرفوها باش نقدروا نحمي وليداتنا. خاصنا نعرفوا شنو كندخلوا لأجسامهم. نيسلي وغيرها من الشركات الكبيرة خاصها فهم أن الزمن تبدل، وأن الناس ولاو كيعرفوا كيسولوا كيسجلوا ملاحظات. الصحة ماشي رفاهية، هي حق مقدس ديالهم. وماشي لأننا من بلاد نامية نرضاو نكونوا سوق التجارب ديالهم. السكوت اليوم هو مشاركة في الجريمة، أما الوعي فهو أول خطوة للتغيير. نختم بكلمة من القلب: ما نسكتوش، ما نغضوش طرف. بارطاجيو المعلومة، نوعيو الناس، ونكونوا صوت واحد ضد هذا الاستغلال. الربح كيمشي ويجي، ولكن صحة وليداتنا ما عندها تعويض. شكرا لأنكم سمعتوني، وكنتمنى هذه الرسالة توصل لكل أم وأب ولكل واحد كيهمه مستقبل هذا الجيل. تبقاو على خير، وتفكروا ديما ما كاينش حلاوة أحلى من الحقيقة. تهلاو في راسكم. بسلام.